الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أفتى بأن الزواج بالنسبة للشباب في زمن الفتن أوجب من الحج. ثاني الراجل شنو؟ كيف ده زمن فتن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك قول الزمن ده كان ما زمن فتن، ما في زمن فتن نهائيا ذاته. البنات في كل مكان، الجامعات مختلطة، الفضائية شغالة، الشارع سيء، الإعلام أسوأ، البيوت الحدود الشرعية والفواصل ما في، المناسبات اختلاط، الحفلات اختلاط، شنو ما عارف، النوادي والسهرات والجرايد قناة الجزيرة دي مش أخبار فيها فتن ولا ما فيها فتن؟ تجيك واحدة لا شعرها كاشف، طرحة ما أخذتها عليك، شوف دي طرحة ما أخذتها فوق راسها، وقال بتقرأ الأخبار، قال وقاعدة ونحرها كاشف، وماشينا جميلات. يجي الواحد يقول لك دار اتفرج الأخبار يا مجرم، الأخبار على منو؟ الأخبار قال ويقعد يعاين له، والله قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول لك الأخبار، يقول لك دار أشوف دارفور الحاصل فيها شنو. يا أخي أنت دارفور كان ده تعريفها بتعريفها، كان ده تعرف دارفور يا أخي أدخل الشبكة بتاعت النت إلا بس تقدر قاعدة وهنا. إخواننا الزمن ده ما زمن فتن. أنت بقول لك الزمن ده ما زمن فتن، والجديد بيقول الزمن ده ما زمن فتن شنو؟ يا أخي إذا كان البنت في الابتدائي متزوجة زواج عرفي، ها رأيكم شنو؟ تقول لي ما زمن فتن؟ بنت تلقاها في الابتدائي متزوجة زواج عرفي، تقول تقول لي يا أخي يعني زمن فتن. يا أخي العالم كله الآن بتاجر بالمرأة، بجسم المرأة، العالم كله. تجارة الدعارة ثالث أكبر مصدر من مصادر الدخل القومي الأمريكي. أنت عارف الدعارة بتدخل لأمريكا في السنة كم؟ 8 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، 8 مليار دولار. فيا أخي فتن كثيرة. يا أخي تركب الطيارة يعني يجيك مضيفة، صح ولا ما صح؟ وبينقوهم طبعا، ما بيجيب لك واحدة شينة يقول لك دي مضيفة. الناس بيقولوا لنا يا أخي ما اشوف لكم ناس كويسين. يا أخي أنا بعرف أي محل سيدو كلمني امبارح يتكلم معي، قال لي المحل وقف يا مولانا، جبنا 4 بنات شغلناهم، اشتغل تش. قال لي هراك شنو بيجوز ولا بيجوز؟ قلت له بيجوز. قال والله لا اجيب في الصقيعة دي. قال لي بقفل المحل رسمي. قال لي المطعم كبير، قال لي خسران فيه. قال لي جاب الأولاد اللي يمشي المطعم، جاب بنات خدتها المطعم ده. قال لي مشي. قلت له ما بجوز. قال لي لكن يا مولانا يعني نقفل الدكاكين دي ونشحد يعني ولا كيف نعمل شنو؟ قال لي يا اخواننا الزمن ده زمن فتن، بس كده على الإنسان أن يصون نفسه. قال أتزوجت؟ الرسول قال لشاب كده أتزوجت؟ قال لا. قال اذهب فأنت من إخوان الشياطين. عرست؟ قال له ما عرست. قال له امشي أنت من أخوان الشياطين. أعوذ بالله. لذلك يا إخواننا أنا والله بستغرب شاب يكون عنده مقدرة بس يسكن له في أوضة وما يتزوج، في أوضة بس وما يتزوج. يا أخي يا إخواننا شوف الآن، لأنه هو ما قدر يتزوج إلا كما تزوج الذين من قبله مغتربين. ما بتقدر عليهم يا زول دي الناس العملة الصعبة بتقدر عليهم كقعات الباري وواسطك أصبحت كويس. أو غير المغتربين في شنو كويس تاني، في شنو غير المغتربين اللي بيجوا يتزوجوا زواج راقي وتاجر وكده ويعمل الصيوان الكبير. يقول لك لكن أنا أعمل الصيوان الصغير. أقول لك قول اتزوج بلا صيوان. أهراي شنو بلا صيوان؟ وأنا بعرف ناس أنت كمان مشيت تطلب منهم بدوك. يا إخواننا الآباء البنات ما في شيء جميل في البنات بيخلي زول يمسك بنته ويخدها في البترينة عشان الناس يتفرجوا فيها. في زول بيخد بنته في البترينة، أبو البيت داير زول يتقدم يقول أنا ما عندي حاجة لكن بعيشها. أسألني أنا زول ما شغال، أنا ما عاطل شغال، لكن المهم تديني لها كده كم ما تكلا تعلمني وإلا إقبأ أبو ما عاجل يودب تجاني الماحي طوالي، لأنه داير غير الستر. شنو هو غير الستر؟ هذا العرض يعني ماذا يريد؟